مرحبا، كيفكن اليوم؟ لكل اللي عم يشتغلوا بالدوبلاج عن جديد أو حابين إنه يشتغلوا بالمستقبل رح أقدم لكم اليوم النصيحة رقم 3. نصيحتي لليوم كمان إلها علاقة بالأداء، بس إلها علاقة بتمرين كتير مهم لازم نتعود دائما إنه نعمله لحتى نشتغل بالتمثيل بشكل عام. على فكرة هذا التمرين بيقولوا له الاستبطان. شو يعني الاستبطان؟ الاستبطان اني انا ادور ببواطني، دور بحالي بالاول، راقب نفسي. انا كيف بقول صباح الخير لما بكون فايقه الصبح، كيف بقولها لما بيكون مزاجي معكر او لما بكون فايقه مرتاحه شبعانه نوم، كيف بعصب، كيف بنفعل، كيف بفرح، كيف بغازل، كيف هاي الحالات النفسية بقولها. ليش؟ لحتى لما أجي أدي شخصية ما أتصنع. طبعا مو المطلوب إنه نحن نأدي أي شخصية بطريقتنا، لا، المفروض إنه نقاربهم من بعض. يعني أنا بدي أتفرج على هاي الشخصية، شوف هي كيف تتصرف، كيف تتحرك، كيف تعمل، وكمان راقب حالي. لما بدمج بين التنتين الأداء تبعي بيكون أقرب ما يمكن إلى التصديق. الشيء اللي قلته قبل شوي عن الاستبطان هو بيؤدي للتبني. قد ما بكون أنا متبني أول شيء العمل اللي عم أديه والدور اللي عم أديه، قد ما بوصل أسرع لقلوب الناس. لذلك أنا بتمنى عليكم وهي كمان نصيحة كتير مهمة، إنه ما تفكروا إنه الدوبلاج مهنة ما لها علاقة بالتمثيل. إنه أنا بس الدوبلاج هو شغلة بروح بقعد ورا الميكروفون بقول كم كلمة وبعدين بقبض مصاري وبروح على بيتي. لا، الدوبلاج فن من فنون التمثيل، وهو فن صعب كتير. ليش؟ لأنه أنا فعلا ما عندي أداة غير صوتي. بدي أدي بطريقة مقنعة وبدي استعمل كل تقنيات وحيل الأداء اللي لازمة للتمثيل بالتلفزيون أو بالمسرح أو بالسينما، وفوق منها بدي أضيف التقنيات يلي لها علاقة بالدوبلاج. يعني علاقتي مع الميكروفون، تنظيم التنفس تبعي، تنظيم انفعالاتي، اني اصبر وابقى لوقت طويل بقلب الاستوديو. بدها تكون عندي حواسي موزعة ما بين الشاشة اللي قدامي، الكلام اللي مكتوب يلي أنا لازم أقوله بالعربي، بنفس الوقت قد ايه طول الجملة بدي أقولها على القد، الليبسينج، حركة الشفاه، يا ترى قلتها ما قلتها، بده يعيدني إياها المشرف، فأنا بده يكون عندي الصبر الكافي لحتى أعيد قد ما بقدر لأوصل للحالة المضبوطة. فهو صعب وهو تمثيل، واللي بيقولكن غير هيك لا تصدقوه. تتمي كمان للي قلته قبل شوي، بتمنى تشيلوا من راسكم أي أفكار مسبقة عن الدوبلاج. يعني لو حضرانين ميكينج أوف على التلفزيون أو على اليوتيوب، على أي صفحة على السوشيال ميديا، منيح إنه نشوف ونتعلم، لكن لما بدنا نصير على أرض الواقع ونصير بقلب الاستوديو نستمع لملاحظات المشرف الفني، المخرج، الناس اللي هي مشرفة علينا، ونأدي نلتزم بهي الملاحظات. يوم ورا يوم بصير عندكم الخبرة الكافية لحتى تأدوا بطريقتكم طبعا، لكن طريقتي ما بتنفع لكل حدا. فلا تتبنوا كل الأفكار المسبقة يلي أنتم بتشوفوها أو بتسمعوا عنها بمطارح هون وهون. بس هيك، هاي كانت نصيحتي الثالثة لليوم. إذا في شي ما واضح بتمنى تسألوني بالتعليقات، إذا في شي كمان حابين تعرفوه بتمنى أنه تسألوني كمان بالتعليقات. ضلوا بصحة وعافية ونهاركم سعيد.